السلام عليكم ورحمة الله. أنا منى محمد علي حمزة، استشارة طب الأطفال. لمن لا يعرف عامر أخو للما عنده أخو، عامر سند للما عنده سند بعد الله. عامر دفعتي يا جماعة وأخوي، وزوجته دفعتي وأختي. عامر اختفى في ظروف مريبة. عامر اختفى ويحمل معاه مبلغ كبير من الدولار. عامر اختفى طلع الصباح يرتدي تيشيرت وجاكيت. ما في زول بيمشي يعرس لابس تيشيرت وجاكيت، وما في زول بيمشي يعرس سايق عربية أخوه، وما في زول بيمشي يعرس وبقول للعيان ضربوا له عيانين قال له لاقوني في مستشفى سوبا. فاختفى، وبعد يومين ظهر اتصل زول من الجهات الأمنية بزوجته وأخبرها إنه هو عاد سليم ولكن متحفظين عليه. في نفس اللحظة طلعت إشاعة إنه عريس وسرت وانتشرت كالنار في الهشيم. بعد لما راجع أهله وزوجته حاولوا الاتصال بنفس الجهة اللي هي أكدت لهم وجوده في الأول، نفت هذه الجهة وجوده. فيا سيد وزير الداخلية، نحن والله بنعيب عليكم تقاعسكم. اطلعوا بأي بيان، قولوا إن شاء الله، قولوا ما عارفين، لكن السكات شين ما ممكن. يعني انتوا في كل لحظة بتطلعوا بيان. ايش معنى المرة دي؟ هل الإنسان ما عندكم قيمة، ولا هل قيمة إنسان بتختلف من قيمة إنسان؟ اطلعوا فهمونا الحاصل شنو، قولوا نحن عاجزين، لكن ما تسكتوا. بارك الله فيك.